عايز ألفت نظرك على رواية مهمة أوي، وهي رواية موسم الهجرة إلى الشمال للروائي المبدع الطيب صالح. الرواية دي مهمة أوي، أصلا مش رواية بس، دي مرآة مزدوجة بتعكس تناقضات الشرق والغرب والجسد والروح والحنين والاغتراب. عبقرية الطيب كان في سبر أغوار النفس البشرية بس دون أحكام، لكن بجرأة الحالم ورؤية الفيلسوف. خد بالك، وكان بيرى الإنسان في هشاشته وفي نفس الوقت قوته، وحيرته في نفس الوقت بصيرته، وبيمنحه مساحة كاملة في الرواية بحيث إنك أنت تراه كإنسان. الحقيقة إن الطيب صالح لم يترك أدبا ليقرأ فقط، لا، بل ليعاش. وقال له روايات جميلة كمان زي عرس الزين وغيرها. هذا المبدع لازم تقرأ له. هو رحل جسدا لكن كلماته ما زالت تنبض بالحياة في ذاكرة الأدب العربي. أنا عايز أقول لك إن هذا الرجل يعني حقيقة أبدع بتميز شديد جدا، وكان حريص على أن يقدم الإنسان كإنسان. أنا حبيت أقول لك بس على الرواية بتاع موسم الهجرة إلى الشمال، لأنك لو قريتها هترى يعني إبداعا مجسدا أمام عينيك. هو حقيقة يعني مبدع بكل أنواع الإبداع الأدبي والفني، يعني قادر على إنه يخليك تعيش معاه وتحس بنبض الإنسان. إن لم تكن قد قرأت للطيب صالح أرجوك، هو له مؤلفات هامة قوي ولازم أنت تقراها وتاخد فكرة عنها. أنا بشكرك لاستماعك، وحبيت ألفت نظرك إلى رواية هامة. تحياتي مع خالص تقديري.